حد غيري ملاحظ إن التوتر بقى سايد أوي في المجتمع، كلنا متوترين بشكل عجيب، ممكن يكون الظروف ليها عامل كده، بس برضه في حاجة ليها عامل بتخنقني أنا شخصيًا، بتتعب أعصابي. كتر التوتر على السوشيال ميديا، الجرايم اللي بتنزل على السوشيال ميديا. ما باقولش إن إحنا ما نتابعش، نتابع ونخلّي بالنا وننصف المظلوم وكل الكلام ده، بس الدخول في المواضيع دي وحرق الأعصاب فيها بزيادة بتقلب نتيجة عكسية على حياتنا إحنا ممكن نكون شخص ما قابلش جريمة زي كده مثلًا في حياته. أنا مش باتكلم عن حاجة معينة، باتكلم عامةً في خطف أطفال، في قتل مش عارفة مين، في حاجات كده. ممكن يكون حد ما قابلش حاجة كده في حياته ومع ذلك خايف منها أو متوتر منها. في أكونتات على أي platform هنا هي بس متخصصة في الخناقات، طالعين يتخانقوا، الستات طالعة تتخانق مع الرجالة والرجالة طالعين يتخانقوا مع الستات، وإن الطرف التاني دايمًا على خطأ، وإن الطرف التاني دايمًا شرير وشيطان وهيمسك الشوكة كمان شوية بتاعة الشيطان دي. فدي بجد حاجة بترهق الأعصاب. أنا أي حد بالاقيه هو بس محتواه خناق، هو طالع يتخانق، باعمل unfollow، راجل ست باعمل unfollow، أنا أعصابي ما تستحملش الخناق ده، أنا بجد والله. يعني أنا حتى ممكن في حياتي الشخصية لمّا بالاقي ناس بتتخانق كتير، هي كل حاجة بتعملها إن هي بتتقمص، بتتخانق بابعد عنها. فتعالوا نتكلم عن المواقف الإيجابية بقى اللي بتحصل لنا. كلنا في حياتنا مواقف إيجابية حصلت، فلو في حياتك أو حياتِك موقف إيجابي حصل ممكن نقول في الcomment، أو حد اطلعوا وقولوا في الفيديو يعني. خلّينا ننشر شوية إيجابية، إن نحسّس نفسنا قبل أي حد إن لسه في خير، إن لسه الدنيا فيها ناس كويسة، الكلام ده كلّه. مواقف ممكن تكون بسيطة، فأنا هابدأ نقول كام موقف ممكن يكون بسيط جدًا، ما فيهوش أي حاجة خزعبلية يعني، ولكن في ساعتها تحس إن كان في حد شايفك من غير ما أنت تتكلم. يعني مثلًا كنت خايفة أعدّي الطريق، أنا عامةً من الناس اللي بتتوتر أوي من العربيات، بتتوتر من الطريق. كنت خايفة أعدّي الطريق، والطريق كان سكتين كمان رايح جاي، ففي ست كانت واقفة جنبي معاها بنتها 13، 14 سنة كده، فقالت لي: "أنتِ خايفة تعدّي الطريق؟" قُلت لها: "بصراحة آه." قالت لي: "تعالي." وقامت ماسكة بنتها في إيد وأنا في إيد وعدّينا الطريق، مع إن أنا في الوقت ده كنت صغيرة، المفروض إن أنا كنت مثلًا في آخر كُلّية والّا حاجة، المفروض واحدة كبيرة يعني. ف عدّتني قالت لي: "أنا عندي زيِّك أيوه." وهي برضه بتخاف وكده، وكان موقف لطيف بصراحة وكُلّه ضحك والست كانت لطيفة جدًا، وإن هي حد ساعدِك من غير ما أطلب أو أتكلم. كان ممكن أشوفها أساسًا، يعني كانت ممكن تعدّي وأنا أشوفها بتعدّي أعدّي معاها زي ما باعمل في أي حد يعني. فهي لأ، هي اختارت إن هي تسأل وتساعدني ومسكت إيدي وعدّتني، وكان موقف لطيف جدًا. في برضه مرّة تانية دي أنا ما انساهاش، فيها ربنا يبارك له الراجل ده جدًا. كنت نازلة، أنا نازلة متأخر على المحاضرة، يعني ده الغلط من عندنا، وما فيش مشاريع كتير، ما فيش مشاريع كتير في الموقف. وهو كان واقف قبلي، أنا جاية وهو واقف، فأنا لسه جاية المشروع جه، فيا دوب المشروع أخد الناس اللي واقفة، كان فاضل كرسي وفاضل أنا والراجل ده ما ركبناش. فأنا ذوقيًا عشان هو واقف قبلي رجعت لورا وقُلت له: "اتفضل." يعني خلاص هو راجل كبير وبرضه هو واقف من قبلي، فأنا ما ينفعش أبقى أنا لسه جاية أقوم ناطة في الكرسي كده. وهو بصراحة لو كان شافني ركبت ما كانش، يعني هو كان مدّيني مساحة إن أنا أركب، أنا رجعت بإرادتي. فلمّا ركب سألني: "أنتِ متأخرة؟" فأنا ما رضيتش أقول لحضرتك لأ، حضرتك واقف قبلي والكلام ده مش عارفة إيه. فقعد كرر السؤال كذا مرة. أنا ما قُلتش متأخرة ولا قُلت حاجة خالص، أنا قُلت له أنا عندي محاضرة بس. هو سمع أنا عندي محاضرة دي، نزل في ساعتها وقال لي أنا ربنا يسهّل لي في حاجة تانية، وشكرته وخلاص. فكان موقف لطيف جدًا يعني. كان ممكن هو أكيد حد متأخر مثلًا على شغل بتاع، خصوصًا إن ما كانش في فعلًا مشاريع، فالله أعلم كان هيقف لغاية إمتى. بس هو اختار إن هو ينزل وأنا أركب من غير ما حد يطلب، من غير ما أنا أقول، وأنا بنفسي راجعة لورا عشان هو يركب. فبجد كان موقف لطيف جدًا. برضه مرة تانية كنت باجيب دوا والدتي من التأمين، كنت ساعتها لسه في ثانوي مثلًا، وكان في كرسي واحد فاضي في الكراسي اللي موجودة وراجل كبير واقف. فالراجل قال لي: "اقعدي." قُلت له: "لأ ما ينفعش." كنت أنا وهو بس اللي واقفين. "لأ حضرتك ما ينفعش." فكان في عركة أخلاق هنا. هو قعد يقول أنا ما ينفعش أقعد وفي بنت واقفة، وأنا أقول له يعني هو أنا ما اتربيتش على إني أقعد وفي بنت واقفة، وأنا أقول له: "وأنا ما اتربيتش إني أقعد وفي حد كبير واقف." تقريبًا إحنا الاتنين ما قعدناش غير لمّا حد قام يستلم الدوا بتاعه، فبقى في كرسيين فاضيين، فإحنا الاتنين قعدنا. كان موقف
يعني لطيف جدًا، اللي هو إحنا الاتنين بنتخانق على مين أخلاقه أعلى دلوقتي. اللي هو لأ أنا مش هاقعد، أنت كبير أنت تقعد، هو لأ أنتِ بنت أنتِ تقعدي. وما حدش فينا طلب كده، إنما اللي بيحصل دلوقتي اللي هو لأ في عِند في الطرفين وخلاص. برضه لسه من قريب كنت تايهة في مكان وكده، فسِت من غير ما أقول حاجة قالت لي: "أنتِ عايزة تروحي فين؟" هي كانت معدية في الشارع، هي وقفت وسألتني: "أنتِ عايزة تروحي فين؟" قُلت لها: عايزة بادوّر على المكان الفلاني، فقالت لي: "تعالي معايا." وأهو شاورت لي عليه. بس ففي ناس من غير فعلًا ما نتكلم، من غير ما نطلب، هُم بيتعاملوا بأخلاقهم، بتربيتهم، بيتعاملوا بكل طيبة، وإن مثلًا خصوصًا لو حد أصغر منهم فأنتِ تبقي بنتهم، ولو حد أكبر منهم برضه بيقدّروه. وفي ناس لسه كويسة. في طبعًا مواقف تانية كتير بس أنا مش فاكراها، أكيد في مواقف وحشة قابلتها في حياتي، أكيد في ناس زي الفل يعني. بس برضه لازم نفتكر إن الحياة مش أبيض وأسود، الحياة رمادي، الحياة فيها الحلو وفيها الوحش، فيها حاجات مش ألطف حاجة، وفيها حاجات تطيّر من الفرحة. للأسف بقى في أفكار غلط جدًا منتشرة في المجتمع، ولكن شيل الحمل والعبء إننا نصلّحها، ده مُرهق أكتر من الفكرة الغلط. الفكرة الغلط كده موجودة، عشان تتصلّح زي ما أخدت سنين عشان تتكوّن، لازم تاخد سنين عشان تتصلّح. فإن حد يكون شايل حمل إن هو يغيّرها دلوقتي، ده يعني مش عارفة، ده إرهاق على الفاضي حاسّاه. اللي أنا المفروض أغيّره أنا، اللي أنا المفروض أهتم بيه أنا أغيّر نَفْسي، أنا لو عندي الفكرة دي أغيّرها للأحسن، ومش مهم الناس هتقول إيه. بس إنما إن أنا أحاول أغيّر كل اللي حواليّا، إن أنا أحاول أعمل spot على السلبيات، إن أنا أحاول أعمل spot على السلبيات لو ده في مجالي مثلًا، إن خلّي بالكم في كذا مثلًا، الدكاترة مثلًا تطلع تقول خلّي بالكم من الدوا الفلاني، خلّي بالكم الطريقة الفلانية دي غلط، طريقة منتشرة، تمام أنت بتوعّي الناس. إنما إن حد يبقى كل محتواه خناق، كل محتواه إزاي تبين إنك جامد والطرف التاني هو الشرير، نهدى شوية، نهدى شوية عشان التوتر اللي إحنا فيه ميبقاش طبيعي. كفاية ضغط الحياة علينا، كفاية جدًا. الحياة ضغط، الحياة مسفلتانا كلنا، كل بنات ورجالة، كلنا ظروف الحياة الاقتصادية وكل حاجة مسفلتانا حرفيًا. كل ما الواحد يحاول يعمل حاجة يلاقي نفسه بيرجع، أو الحاجة اللي باعملها دي يا دوب تكفي، يا دوب. فبقينا كلنا بنجري في الحياة حرفيًا. فمش ناقصة إن إحنا نجري في الحياة، وكمان نبقى متوترين من الناس، أو متوترين من هيبقى في جوانا توتر مش عارفين هو جاي من إيه. فكفاية خناق، كفاية إن الناس حياتها صعبة already، يعني مش محتاجين حاجة تصعبها أكتر من كده. فمش باقول إن المحتويات دي وحشة، في ناس بتحبها تمام، بس ممكن ننوّع في الموضوع، يعني نصيحة لأي حد بيتفرج على محتوى ناس هي طالعة تتخانق بس، سواء كان إيه الموضوع اللي بتتخانق عليه، ف أو بيتابعوا محتوى جرايم أو الكلام ده، أو محتوى حتى سياسي، ما فيش مشكلة، بس ممكن نعمل له حدود، أو ممكن إن إحنا نحشر معاه محتوى تاني يفُك الليلة، عشان النفسية بس، لإن إحنا محتاجين نهدى، مستوى التوتر عند الناس ما بقاش طبيعي.